يعني انا اقصد من دي ان فعلا كان في ناس كاتبه يفط محلات غلط بانجلش، يعني هو مصر يكتبها انجلش، كاتبها غلط خالص. طب انا اقول لك على حاجه، انا كنت امبارح في محل مهم، يعني في مكان مهم، بدون ذكر شفت اسماء برضه، بس. لا مش هقول اسماء ما تخافش، شفت برضه مكتوب عليها، عارف كلمه الكترونيك اللي بتبقى فيها سي، السي مكتوبه كي في الاثنين. هتقولي لمين؟ بس ده عارف ده يعني هتكلمي مين طيب؟ ما ينفعش. طبعا وقفتي قدامها شويه. انا وقفت بصيت كده ما صورتهاش؟ خلاص لا ما يا صورتهاش. خساره، كان نفسي انزلها دي. طيب انت بتقول انت بتحب تصور وعندك موهبه وكده، طب انت ليه ما فكرتش تصور زي مثلا الناس اللي بيخشوا مسابقات بقى، اللي بيصوروا حاجات زي الغروب، زي المناظر الطبيعيه، زي العماره الاسلاميه والقبطيه القديمه، الحاجات دي ليه ما فكرتش تعمل كده؟ نمرة واحد طبعا انا صورت شويه حاجات، بس صورت حاجات اجتهادات مني يعني بالكاميرا بتاعتي، يعني ممكن مسافر اسماعيليه، شرم الشيخ، اي حته بصور حاجه بالموبايل بتاعي، بصور حاجات عشوائيه يعني. انما فكره ان الواحد يتفرغ للتصوير ما كانش ينفع، لان في دراسه وكان ما كانش في وقت يعني. لا مش حوار تتفرج يعني انت، وهي محتاجه كاميرا تكون كاميرا للناس البروفيشنال شويه يعني. يعني مثلا في كاميرات بتبقى محتاجه الزوم بتاعها عالي، وفي حاجات وهميه، الاوتو فوكسنج والحاجات دي كلها، فطبعا الواحد عايز يجيب حاجه جامده، مش هصور بموبايل حاجات كده يعني. تمام. معانا مشاركات بس الاول نقراها. تمام. في مشاركه من كنزي بتقول ها يا جماعه منورين، ازيكم، يا ريت توصلوا سلامي الاميره ورشاد بالذات. هيوصل ما تخافيش. مفيش، هو طبعا رشاد كان قرر انه يعتزل لا 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 ما هو كان مقرر بس خلاص رجع في كلامه بعد ما قرا مشاركه كنزي. ايه رجع في كلامه بعد ما قرا المشاركه دي. طبعا خلاص كده. استني بقولك، استني رشاد في برنامج سمعنا وسمعنا كل يوم سبت واثنين واربع من الساعه 5 للساعه 7، هو وشيماء حسين. استني بقى. معانا مشاركه من محمد حسن بيقول هاي اول، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله يا محمد. حرانين شويه يا محمد. ومعانا النهارده يا ريتك تكون سامعنا من الاول يعني. معانا جروب رصد غرائب الشارع المصري، ومعانا احمد سيد الكرييتور بتاعه. عايزين نطلع فاصل. ماشي نطلع فاصل. عارفه سماك ايه؟ هتسمعني ايه؟ سماك اغنيه سميرة سعيد، بتحبيها؟ بحب سميرة سعيد طبعا. كلنا انسان. رغم اختلاف اللسان وان البشر الوان، متفرقين في النوايا والشكل والأبيان، لكن إلهنا واحد، رب البشر واحد، بالحب جمعنا وكلنا إنسان، وتعالوا بحضن النيل وحضارة وادي النيل، فاتحين أحضاننا قلوبنا بيوتنا وبرضه قليل، لكن إلهنا واحد، رب البشر واحد، بالحب جمعنا وكلنا إنسان، وتعالوا بحضن النيل وحضارة وادي النيل، فاتحين أحضاننا قلوبنا بيوتنا وبرضه قليل. أسمر وكان فنان، عالحلم عينه تبان، شمس الصبح ترعاه وفي المساح حكايات، حلم يكون لاعب صباح التاريخ شاهد على نجوم سمراء، كتب التاريخ روايات، أفريقيا أرض الخير، أولادنا لسه بخير، ملناش غير حضنك شمس بحبك لينا كبير، حلم يكون لاعب
ورجعنا لكم لسه معاكم في برنامجكم فيس توك، عمر علام وساره درزاوي وضيفنا الجميل احمد سيد من جروب رصد غرائب الشارع المصري. اوعى تنسى جروب مهم جدا. طيب عايزين بقى نسالك يا احمد على الادمنز اللي معاك في الجروب. مفيش ادمن غيري. انت الوحيد. أنا- طيب انت صادمني اصلك، انت فاهم يعني لا، ايه؟ لا، أنا متوقع. اصل لا انت بص، يعني جروب بقاله 8 شهور ويوصل للعدد ده ويقول مفيش ادمن معايا، يعني على ليه فكره انا طيب؟ شفتها، بس انا عايز اسالها له فعلا، عايز اعرف يعني ده كنوع ان انت عايز الحاجه دي تبقى بتاعتك لوحدك، ولا لان انت يعني متبني الفكره فانت عايز تقوم بالمجهود كله، ولا ايه بالظبط؟ اولا هي مفيش يعني الفكره بتاعتي ده نمره واحد. تمام. وانا ابتديتها لوحدي ووقف قدامي ناس كتير قوي قوي قوي، بس ما شفتش من حد يعني حد مثلا ساعدني جامد عشان اخليه ادمن معايا. هو الموضوع مش محتاج ان في حد ادمن معايا، لان انا بصور وبعمل ابلود، بتجيلي الصور على الميل من ناس بسيفها وبعملها ابلود برضو. معايا بس واحد صديقي اسمه احمد تركي معايا في الجروب اوفيسر، ماسك التسويق والدعايه للجروب. يعني بيبقى في اوقات برضو البوست لينك مع الجروبات التانية، نتفق مع الجروب يبعت لنا مسجات مقابل ان احنا نعمل له حاجه كده. برضو دي حاجات بتبقى دعايه بالنسبه للجروب، بتخليه ينتشر اكتر يعني على الفيسبوك، وهو بيساعدني قوي في الموضوع ده. تمام. طب انت بقالك صحاب من الممبرز اصلا؟ عايز اقول لك ان انا سافرت اسكندريه لناس صاحبتهم من على الفيسبوك، وهو جاي لي من السعوديه عشان اقابله في اسكندريه. ياه. والله العظيم. يعني ما بقتش علاقه على النت بس. وبقيت سعيد قوي لما في ناس في السعوديه اتقابلوا في الجروب وعملوا جروب اسمه الغربه عن مصر، وابتدوا يكتبوا عن بعض، فبيقولوا انت ساكن فين السعوديه؟ قالوا انا ساكن في الحته الفلانيه. دخل تالت رابع خامس، اتصاحبوا وعملوا جروب كبير جدا مع نفسهم صحاب، واتقابلوا في السعوديه وبيتقابلوا كل يوم دلوقتي وطبعا واحد منهم نزل لي هنا اسكندريه وقابلني، وكنت مبسوط قوي ده. يعني عملت صداقات كويسه يعني بجد ما شاء الله. طيب معانا مشاركات. كنزي بتقول بصراحه فكره الجروب جامده موت. ما انا معاكي صراحه يا كنز في الحوار ده. ومحمد حسن بيقول بسمعكم من الاول وبجد الجروب ده جامد اخر حاجه، ربنا يوفقك. ميرسي. طيب عايزين بقى نسالك سؤال برضو عميق شويه. مم. هنتقل عليك، ماشي؟ جاهز؟ خش. طيب اتفضلي. لا هو مش عامل. بالنسبة بص اقول لك، هو انت كنت عامل تنبيه على الجروب. قول ايه الشروط. شروط لا انت ما اعرفش، كنت قايل اللي عايز يفهم الجروب بتاعنا يخش على اللينك ده وما اعرفش ايه ده. ليه ده لان في ناس وصلتني ان انا جاسوس. الله. ده في ناس وصلتني ان انا مش مصري وجاسوس وروماني واسرائيلي. يا لهوي. والله العظيم ده انا وصلت لمراحل فظيعه. يا لهوي. لا ربنا يكون في عونك. اي واحد يعني بيخش بقى دماغه واتلعب فيها شويه، فيقوم داخل بقى بعت لك كلمتين. ايه ده؟ يعني انت في حد قاعد يقول لك انت حد؟ انت بتسوق ناس داخل قاعد يقول لك انت بتسوق بقى، بتسوق الصوره المصريه والكلام ده كله، وعايز تسرب حاجات لبره والكلام ده. لدرجه ان في جروبات اتعملت ضدي يعني. لا كمان في واحد عمل جروب ضدي. ايوه والله. فبقول له يعني دخلت قلت له كتبت له ربنا يوفقك، يعني لو في ناس ضدي انا احب اعرفهم واحب اعرف وجهه نظرهم برضه. فما قال لي لا انا مش عامل الجروب ده بس عشان انا ضدك. فقلت له ليه؟ قال لي انا بس متغاظ منك. فبقول له ليه؟ قال لي يعني ليه انت توصل الشهرة دي يعني ليه؟ ده حقد بقى. انت ليه يعني؟ ايه اللي انت عملته يعني؟ بصي هو جيب لنا الاخ ده، احنا عملنا حلقه حقد المره اللي فاتت على الفيسبوك عامه، فجيبوا لنا هينفعنا. بالنسبه بقى للصور اللي هي بتجيلك، انا لاحظت ان في الصور اللي اتضافت في الاخر انت عامل باتش كده للصور. الباتش ايوه اللي هو ده اللي هي علامه المائيه يا اخوانا، اللي بيصور ملازم الحاجات دي اللي بتبقى محطوطه ورا الكلام ده كبيره قوي دي. ايوه. ليه عملت كده؟ عملت كده لان السرقه بقت كتير. اتعمل دلوقتي حوالي 15-20 جروب تقريبا نفس اسم جروبي، اختلاف بسيط غرايب من الشارع المصري، صور الشارع المصري كله طبعا حوالين الجروب بتاعي، واخدين نفس الصور من عندي وحاطينها. اخر حاجه بقى اللي جننتني خالص، كنت بكبر دماغي يعني، انا بقول ان الناس عارفه الجروب الاساسي ايه،